بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو جديد وحلقة جديدة، حلقة نتكلم فيها عن تصريحات يانيك فيريرا مع أحمد شوبير ورد كابتن أيمن الرمادي. وليه الإعلام الزملكاوي مش بيطلع يجيب حد من لعيبة الأهلي اللي مشيت أو أي مدرب مشي ويطلع يتكلم معاه في مشاكل. هنبتدي بتصريحات كابتن يانيك فيريرا اللي طبعا كلنا شفناها وكلنا سمعناها أو قريناها. بس انا عايز اقول لك على حاجه، انا كل الكلام اللي هو قاله هو ما يشغلنيش باي حاجه، لان هي كده كده الكلام اللي هو قاله هو مش جديد عليا كمشجع زملكاوي، ولا جديد عليك كمشجع زملكاوي، ولا حد من نادي الزمالك جديد عليه اي كلمه من اللي هو قالها، ان هو اتطرد واتبلغ من الاعلام وي والكلام ده. لان انت كان عندك كذا نموذج اكتر منه مشوا بطرق اوحش من كده بكتير. جروس خد شنطته في الملعب ومشي. فريرا طرد ساعة السوبر. فانت عندك مش واحد ولا اتنين ولا تلاتة، لا انت عندك كذا واحد بيمشي بنفس الطريقة، من لعيبة، من جهاز فني، من اداريين، من اي حد. انا عايزك يا عزيزي الزملكاوي تبقى متأكد ومدرك ان كل من هو في نادي الزمالك هو كده كده اوريدي واخد يعني انت النهارده ايه؟ نادي الزمالك مقدم لك عرض كلاعب، جهاز فني، جهاز اداري، محلل اداء، عامل في النادي، اي حد في داخل النادي مقدم له عرض عشان يجي يشتغل في النادي، وهو بيقبل العرض وبيمضي العقد. هو كده كده قبلها بيوم كان في الفيفا دخل على الراجل بتاع الامن خد منه رقم ومستني دوره. فانت كده كده كل ما هو بيخرج من عندك هوب بيتحول على فين؟ على الفيفا عادي. فين يا باشا؟ بيخش السلام عليكم وعليكم السلام، ركن الزمالك فين؟ يمين اخر الطرقه يمين. فهو بيروح، هو كده كده خلاص طريقه معروف. فان انت تمشي وعندك مشاكل كده فدي مش جديد عليك. طيب، كل الكلام اللي هو قاله انا ما وقفتش عنده، لان كل الكلام دوت معروف، وان هو كان بيدي اللعيبه الصغيره فلوس وبيساعدهم وي والكلام ده. طب ايه اللي انا وقفت عنده؟ تصريحات كابتن ايمن الرمادي، او التصريح بتاع كابتن ايمن. كابتن ايمن من الشخصيات المحترمه جدا 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 وانا بحبه لان هو راجل محترم فعلا، دخل بهدوء ومشي بهدوء، ومدير فني كويس. بدأ البوست بتاعه كويس جدا. تبص على البوست بتاعه، انت قاعد ماسك، عارف انت لما تبقى قاعد مثلا في البلكونه وماسك كوبايه القهوه ومشغل ام كلثوم وقاعد رايق، هوب لقيته فجاه يقول لك ايه؟ ده انا كنت بنزل الصبح ومفيش استرتشات ومفيش كراسي ومفيش ميه مفيش. طب ما انت كده برضه بتطلع اسرار. يعني انت برضه انت كده برضه بتطلع اسرار اللي حصلت معاك. انت ما خدتش بالك من النقطه دي. فانا كان عندي ان انت تكتفي بالنقطه دي، بالجزئيه دي بس. طيب، ليه الاعلام الزملكاوي ما بيجيبش حد من المدربين مثلا ريبيرو او كولر او اي حد يطلع يتكلم معاه في اللي حصل؟ باختصار شديد، لان اي حد طالع بيتكلم على نادي الزمالك من اداريين، من جهاز فني، من لعيبه، بيطلع يتكلم في جزئيه واحده بس اللي هي جزئيه الاداره. محدش بيطلع يكلمك في جزئيه الجمهور. اصل الجمهور عمل كذا والجمهور سوى كذا، محدش بيطلع يتكلم في النقطه دي. فان انت هتجيب كولر وعشان تساله اصل اخر فتره والجمهور هاجمك، الجمهور حقه يعمل اي حاجه عامه، الا اللي انت تغلط. يعني التجاوزات الزياده بقى، انت تغلط في بالاهل وبالام والفاظ وعرض والكلام ده، لا. بس ان انت تغضب ده حقك كجمهور طبيعي. فانت هتطلع تكلمه كاداره، يقول لك يا باشا انا قاعد في بيتي باخد فلوس. هترد تقول ايه؟ ما هي دي الاداره اللي بكلمك فيها. هي دي مشكله، ان انت هتجيب مين هتجيبه يطلع يتكلم عن النادي الاهلي اداريا مش هتلاقي عليه غلطه، فنيا بقى سوء مستوى الكلام ده كلام تاني. انت كجمهور مش هيشغلك بقى تطلع تقعد تسمع كده، لا اصل مستواه الفتره الاخيره كان كذا 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 فالجمهور ده مش هيشغلك الكلام ده.
انت كل اللي هيشغلك اللي انت عايز تعرف الاداره دي اتعاملت مع الراجل ده ازاي بس. فانت كده كده مشكلتك كنادي الزمالك على مر الزمان كله، او من ساعه ما انا بدات اشجع نادي الزمالك، هي مشكله اداريه فقط. مشكله اداريه بيعقبها جميع المشاكل التانيه بقى، فلوس ولاعيبه كسر وجهاز فني تعبان وي 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 زي ما انت عارف. فهي مشكلتك مشكله اداره. هل انت مثلا لو كنت مشيت يانيك فيريرا ده بطريقه محترمه واديته فلوسه، يعني الراجل طلع لك اصل ما التزموش بالكلام معايا، لو انت كنت التزمت معاه واديته فلوسه كان هيطلع يقول لك الاداره عملت 1 2 3 4. على الاقل لو كان طلع كان يقول لك هم مشوني بطريقه غير كويسه بس التزموا بوعدهم معايا وادوني الفلوس في الوقت اللي قالوا لي عليه. اصل احنا الارض لما اتسحبت فبقت عامله مشاكل او سيوله ماليه، ما عندناش سيوله ماليه. يعني ايه؟ طب والرعاه بتاعتك فين؟ طب والبث فين؟ طب وايجارات الحاجات اللي بره دي فين؟ كل الكلام ده فين؟ كل الكلام ده ما بيدخلكش فلوس؟ رجال الاعمال اللي بتحط لك فلوس فين؟ كل الكلام ده مش موجودين فين؟ فين؟ ما هو انا بفهم، واي حد بيسمع هو بيفهم. لما تيجي تقول له ما فيش فلوس، طب الرعاه بتاعتك فين؟ هترد تقول له ايه طيب؟ لا اصل خدت فلوس الرعاه دفعناها ومش عارف، هتلاقي بقى اصل مش عارف ايه. فانت مشكلتك مشكله اداريه. المفروض الاداره تتعامل مع النادي دلوقتي، اي اداره. سيب موضوع الجمهور، الجمهور كده كده هو عاطفي، انا جمهور عاطفي هبقى عايزك تاخد مركز اول باي طريقه باي شكل من الاشكال. لكن انت اداره هتدير ازاي؟ لو انا درت بمزاج الموظف اللي معايا او براي حد تاني، يبقى انا مش هعرف ادير. انت تعامل او اللي موجود في النادي يتعامل مع الزمالك بشكل عام ان هو لسه طفل صغير، ده الصح. ده الكلام اللي بقول لك والله ده الصح. اتعامل مع نادي الزمالك ان هو طفل صغير وانت بتربيه من اول وجديد. هتعلمه بقى تدخله مدارس بقى وتعديه بقى ابتدائي واعدادي وثانوي ويخش الجامعه لحد ما تطلعه ايه؟ حاجه كبيره، دكتور. خدت مركز تاني تالت رابع خامس، المهم ان انت شغال صح، اهتميت بقطاع الناشئين بتاعك، بتجيب لعيبه مظبوطه، بتجيب مدرب فني بسي في كويس، كذا كذا كذا، هتلاقي الدنيا معاك ماشيه كويس. الجمهور كده كده عايزك رقم واحد، وكده كده مهما خدت اي مركز في الدوري فالجمهور وراك مش هيسيبك. لان احنا بنحب النادي ما بنحبش اشخاص. احنا ورا كيان اسمه كيان نادي الزمالك. لو نادي الزمالك ده شالوه من الدوري وحطوه في دوري تاني هتلاقينا كلنا رايحين برابطة المعلم مع الدوري التاني. لان احنا ما بنشجعش اشخاص، بنشجع كيان اسمه كيان نادي الزمالك. فطول ما في مشكلة ادارية واضحة للجميع يا باشا، انت الادارة بتاعتك قبل ما تيجي من، يعني الكلام ده كان من يومين او من 3 ايام، حد من الاداره طلع قال لك اصل احنا كنا فاكرين ان ديون النادي مليار، طلعت 2 مليار. انت متخيل يعني ايه واحد جاي بيقدم او مرشح نفسه على اللي هو يمسك كيان او منظومه كرويه كبيره جماهيريه، يقول لك اصل انا كنت فاكر اللي هم كان مديونياتهم كذا فطلعت كذا. ده يثبت لك يا عزيزي ان انت اداره فاشله. مش انت لوحدك، مش كاداره كابتن حسين لبيب لوحدك، جميع الادارات اللي حواليك او اللي بتجيلك. لان انت باختصار ما عندكش كادر اداري يقدر يدير بشكل صح. دي خلاص الكلام. عايز انت بقى تسمع الكلام منهم، او عايز انت بقى تطلع حد من الاداره يطلع بقى يتكلم بقى والكلام دوت، وتجيب التعادل بتاع كايزر تشيفز زي ما انت طلعت بيان اصل الحكم وتقديم شكوى وي 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 وي، دي بتاعتك انت. انا واحد بفهم، بسمع الكلام بعقله، اعرف ارد. بس هو ده الصح، هو ده اللي انا شايفه من وجهة نظري. ممكن اكون غلط، بس انا من وجهة نظري انت مشكلتك مشكلة ادارية بحتة. فربنا يكرمنا والمشاكل اللي في نادي الزمالك دي تنتهي كلها، لان بجد بجد الجمهور ما يستحقش كده ابدا. السلام عليكم.